السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى جيت لكم في فيديو خفيف هنعمل مع بعض تورتة الجيلي. طبعا الجو ساقعة وطول ما احنا بردانين كده بنبقى عايزين ناكل اي حاجة حلوة. فانا بقى يعني نفسي هفتني كده على الحاجات الحلوة اللي بنعملها في الصيف. طبعا الجيلي ده يفضل ان هو بيبقى في الصيف مش في الشتاء. بس طبعا بقى بما ان الجو ساقعة واحنا قاعدين في البيت وزهقنا من الحاجات السخنة، قلت بقى اما اعمل حاجة خفيفة من الحاجات اللي احنا كنا بنعملها في الصيف. طبعا انا هنا معايا علبتين جيلي، وهنا معايا اي نوع فاكهة انت تحبي تستخدميها. انا معايا موز ومعايا فراولة ومعايا تفاح، وهنبدأ بقى نجهز مع بعض وهقول لكم هعملها ازاي. مبدئيا كده انا هنا جبت هنا حوالي كوبايتين ونص مية سخنة. دي مية سخنة لسه غلياها من على النار. هفضي فيها العبوات بتاعه الجيلي اللي معايا. طبعا انا هحط العلبتين كلهم علشان انا حابه الجيلي يبقى تقيل، مش عايزاه يكون خفيف. انا طبعا كنت هعمل الوصفه دي بنوعين جيلي مش بجيلي واحد، بس طبعا ما لقيتش غير اللي هو الفراوله. كنت حابه اعمله بالمانجا كمان بس ما لقيتش بقى، فقلت خلاص اللي متاح عندي هعمله بيه. هنا هو فضي الباكو التاني. طبعا الزهق في الشتاء بيخلينا ان احنا يعني عايزين نعمل اي حاجه كده نتسلى واحنا قاعدين. وانا بقى كان عندي الفاكهه، فقلت بقى اما استغلها واعملها بقى بايه، باي حاجه كده حلوه. طبعا انا هنا دي الميه سخنه ومعايا هنا ميه بارده، هزود هنا شويه ميه باردين. طبعا هحط جيلي على قد الصينيه بتاعتي ما هتاخد، واللي هيتبقى هعمله اطباق تتاكل طبعا في اي وقت. يعني مش شرط ان انا هعمل كله بالفواكه. انا هنا حبيت افضي الاتنين باكو علشان انا كنت عايزه الجيلي يكون تقيل. اهو هنا بقى اهو هنقلبه كده شويه وهسيبه بقى كده شويه كده على جنب، وابدا بقى ان انا اقطع الفاكهه اللي معايا. طبعا دي مقاس الصينيه اللي انا هعمل فيها، دي الصينيه بتاعه الكيكه. انا هعملها عشان هقلبها بعد كده. هحط بقى هنا معايا، هبدا ان انا اقطع الموز الاول. طبعا زي ما قلت لك اي نوع فاكهه عندك حابه تستخدميه مفيش اي مشكله. طبعا الفاكهه اللي موجوده اليومين دول البرتقال واليوستفندي والفراوله والموز، فطبعا والتفاح طبعا كده كده موجود طول السنه. بس انا طبعا بقى ايه، قلت يعني الافضل ان احنا نعملها بالفراوله والموز. سوري، الجو بقى ساقع، الواحد مش عارف يعني من الساقعه يمسك الحاجه بصراحه. تقطعي بقى طبعا الفاكهة زي ما انت حابة، عايزاها تقطعيها قطع صغيرة قطع كبيرة براحتك زي ما تحبي. طبعا ميزة الوصفة دي ان هي طبعا الاطفال بيحبوها جدا، فانت لو عندك بقى اطفال صغيرين وزهقانين تعمليها لهم طبعا بتبقى حاجة لذيذة جدا. ومفيش حد طبعا ما بيحبش الجيلي، بس بقى طبعا لما بتقطعي فيه الفواكه بيبقى جميل يعني بيبقى احلى يعني. طبعا هقطع بقى بقيت كمية الفراولة بقى كلها معايا، وهقطع كل الفاكهة علشان ما اطولش عليكم بقى وارجع لكم تاني. هنا بقى طبعا كنت قطعت كل بقى الفاكهة اللي عندي، الفراولة على الموز على التفاح. هجيب بقى هنا القالب اللي انا هعمل فيه. هحط الاول فيه حبة كده من الفواكه. طبعا هو ممكن ما ياخدش كمية الفاكهة كلها فعادي، احط على قد ما هياخد. وزي ما قلت لكم لو اتبقى حاجة هعملها في اطباق صغيرة. بس انا كده هنا مش هحط فواكه تاني. هبدأ بس كده ان انا ايه اظبط القالب عشان يبقى كله متساوي زي بعضه. بعد كده بقى هجيب بقى الجيلي وهبدأ بقى ان انا ايه، ومعلش
باظ خالص. ثواني خليكم معايا. هنا بقى طبعا شلت الوقع على الترابيزه. طبعا انا كنت حاطاه اصلا في شفشق علشان ما يقعش وكده واعرف اتحكم فيه. بس عامله بقى هنا لحد ما اغطي بقى كل الكميه بقى اللي معايا بالجيلي. بس انا مش هحط بقى اكتر من كده. وزي ما قلت لكم بقى الحبه اللي هم هيتبقوا بقى معايا هعملهم بقى في اطباق صغيره في التلاجة. بس وكده بقى بدأ كده خلاص بقى معانا كده الجيلي جاهز. هحطه بقى في التلاجة، حابه تحطيه في الفريزر براحتك، بس انا هحطه في التلاجة. وقت بقى ما هيجمد هطلعه وهقلبه وهوريهولكوا بقى شكله هيبقى عامل ازاي. هنا بقى طبعا حبة الجيلي اللي اتبقوا معايا حطيت عليهم بقية الفاكهة اللي كانت باقية وعملت منهم طبقين صغيرين. بعد كده بقى هدخلهم كلهم التلاجة، ولما يجمد هوريهولكم بقى ان شاء الله. هنا بقى ده شكل كده الجيلي لما طلع من التلاجة. انا حطيته في التلاجة من بالليل للصبح، هو كده تماسك. وده بقى الشكل النهائي ليه. هحاول بقى اقلبهولكم واوريكم شكله بعد ما اقلبه. وهنا بقى ده شكله كده بعد ما اتقلب. طبعا هو شكله جميل جدا وطعمه بصراحة حلو قوي. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى لو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بإذن الله.